السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحبايبي. وصفة النهاردة بقى لزوم السقعة والبرد والشتاء اللي احنا فيها، وخصوصا كمان أيام امتحانات وأولادنا محتاجينها جدا عشان تدفيهم وتخليهم كمان يساعدوا على التركيز معاهم. حاجة مفيدة جدا 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 وبنعملها كل سنة. أحلى مفاتيح نعملها مع بعض، وهنشوف ازاي تقدر تعيش معانا من السنة للسنة من غير ما تسكر معاكي أو تبوظ خالص. نقول مقاديرنا كلها بالظبط مظبوطه معاكي عشان تطلع معاكي روعه جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحا خالصا وجهك الكريم، ولا تجعل الناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو اول مره تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقك الجميل بيساعدني. تعليق لو بحرف واحد بس عشان اقدر استمر معاكم والفيديو كمان يوصل لاكبر عدد ممكن. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف مقاديرنا النهارده. هبتدي في الحله بتاعتي تكون سخنت معايا، وابتدي انزل عليها بكوبايه من الزيت، ومعايا نص كيلو من الفول السوداني او السوداني معايا. انا بعتذر طبعا في الاول النور كان قاطع في الوقت دوت. هبتدي كده زي ما انتم شايفين الحله بتاعتي فيها كوبايه من الزيت ونص كيلو من الفول السوداني. ابتدي احمص السوداني بتاعي على درجه، يعني ايه، البوتاجاز يكون على نار متوسطه، مش عايزاها ولا عاليه ولا واطيه، ويبتدي يتحمص معايا. طبعا لو لقيتي اي حبايه من الفول السوداني فيها شكل كده مش عاجبك تقدري تشيلها معايا عشان تبقى طعمها حلو، لان في حبات بتبقى شكلها مش قد كده. زي ما انتم شايفين هبتدي اقلب معايا السوداني بتاعي ده مش متحمص، انا جايباه من عند العطار. فايه مدهوني ايه، ني مش متحمص زي اللي بيجي ايه من المحمصه. لو متحمص معاكي طبعا مش هياخد الخمس دقايق دول، يا دوبك هياخد دقيقه واحده بس يا دوبك او دقيقتين، ان هو ايه يسخن معاكي عشان لما تيجي تحطي بقيه مكوناتنا. طبعا اهم حاجه في وصفتنا هي التقليب المستمر، اهم حاجه تقلبي عشان ما فيش حاجه تيجي تاخد لون، جزء يبقى متحمص وجزء تاني يتحرق، او جزء يبقى ني وجزء يبقى كده، او لون ولون حته وحته. فعشان كله يطلع بالظبط مظبوط والوصفه تطلع تمام 100%، اهم حاجه عندي التقليب. هبتدي اقلب لمده 5 دقايق كده. انا كل ما احط مكون هقلب لمده 5 دقايق بالظبط على نار متوسطه. انا هبتدي كده اقلب السوداني زي ما انتم شايفين السوداني محمرش معايا، يا دوبك كده هتبقى اخد 50% من التحميصه بتاعته. وابتدي انزل عليه بالدقيق بتاعي. انا معايا الدقيق بتاعي دول عباره عن 3 معالق من الدقيق مع 3 معالق كبار. انا مش بحب استخدم دقيق كتير لاني مش بحبها تقيله قوي معايا كده زي ما بيعملوها تقيله. انا عايزاها تطلع حلوه كده زي الجاهزه اللي بتشتريها من بره كده من عند المحلات والحاجات دي كده. نزلت بالدقيق بتاعي طبعا عشان الدقيق سخن فعمل زي فوران كده، ومش هاخد منك وقت خالص. وزي ما اتفقنا على نار متوسطه، وابتدي اقلب لمده 5 دقايق كده. حطينا السوداني وابتدينا حطينا الدقيق مع التقليب. اوعي ايديكي تشيليها خالص عشان الدقيق بتاعك ما يتحرقش معايا. الدقيق حسيت ان لونه كده حتى ما خدش اللون الغامق كده، يا دوبك داخل على لون ايه، الدهب الفاتح كده. ونبتدي ننزل بالحلبة بتاعتنا. المكونات بقى بتاعت الحلبة بتاعتي دي عبارة عن معلقتين من الحلبة المطحونة. انا بجيبها مطحونة على فكرة من عند العطار، مطحونة عادية جدا، على معلقتين تانيين من التحويجة. لو تلاحظي ان انا حطاهم كلهم في طبق واحد، ان هي دي في فرق ما بين ايه درجات الالوان بتاعتنا. يبقى معلقتين من الحلبة مطحونة على معلقتين من ايه التحويجة بتاعتنا او الحلبة المحوجة. عارفين الحلبة اللي احنا بنعملها نشربها زي المغات كده، تقدري تحطي لو موجودة عندك تحطي منها معلقتين كمان. ولو عندك مغات عايزه تحطي ممكن تحطي معلقه من المغات، بتدي طعم حلو قوي، ودي حاجه اختياريه طبعا معانا. هبتدي اقلب. انا ما بحبش ازود الحلبة قوي عشان ما تديش نسبه مراره. في ناس بتحبها بالحبه السوداء او حبه البركه، تقدري تحطي معلقه او معلقتين من حبه البركه في الوقت دوت كمان، او في الاخر مع السمسم تحطيها مع السمسم. ده عباره عن ربع كيلو من السمسم المتحمص. هبتدي برضو اديله تقليبه كده بعد كل على فكره انا بجري الفيديو عشان ما اطولش عليكم. فببتدي اقلب كده برضو السمسم ياخد تحميصه معايا. ولو عايزه تحطي بقى تكه حلوه قوي كده لاولادك ودي عزيز الطعم، هو لحد دلوقتي دي كده دي الوصفه الاساسيه اللي الناس كلها وامهاتنا كانوا بيعملوها. عايزه تحطي كمان بقى معلقه او معلقتين من اللبن البودر ياخد تحميصه مع السمسم، يا سلام، بتدي تست حلوه قوي معايا. انا جبت 2 كيلو من العسل. انا بجيب عسل السايب من عند اللي هو المحلات اللي بتبيع العسل، بس يكون نوع كويس جدا. اهم حاجه نوع العسل يكون كويس معاكي عشان ما يسكرش معاكي. هبتدي بعد ما اتحمص معايا كده سمسم وابتدي انزل العسل بتاعي.
هبتدي بقى ايه، نزلت ال2 كيلو العسل مع التقليب ان انا افضل اقلب كده معايا. عايزه اقول لكم الوصفه دي حلوه جدا ومغذيه جدا جدا ومفيده بدرجه لا تتخيلوها لاولادنا كمان في ايام الامتحانات، وبتدفي قوي قوي في ايام الشتاء. طبعا احنا ما بنعملهاش غير في شهر واحد في السقعه كده بنبتدي نعملها، وبعملها وبتتشال معايا من السنه للسنه. امشي على الوصفه بالظبط والطريقه بالظبط وهتلاقيها معاكي وصفه ناجحه جدا وهتعيش معاكي بالسنه. زي ما انتم شايفين انا عماله اقلب كده معايا. انا بحب فيها السوداني والسمسم كتير، ولو عندك كمان مكسرات عايزه تحطي عليها ربنا يجعل عندك الخير كله، تقدري تحطي كمان مكسرات بتديها تيست حلو قوي كمان. بس كفايه قوي السوداني والحمص والحمد لله على كده. ابتديت اقلب كده، انا مش عايزه اللي هي تغلي. اول ما بتيجي تقلب كده معايا انا طفيت النار على طول دلوقتي. بعد ما طفيت النار معايا عصير ليمونه وابتدي اقلب معاه. عصير الليمونه دي طبعا ما بتخلوش يسكر معاكي ويعيش معاكي من السنه للسنه. السر ده في عصير الليمونه بتاعتي اللي انا حطيتها. قلبت كويس قوي معايا كده واسيبها تهدى معايا قبل ما اعبيها. هعبيها ببرطمانات متعقمه عشان تعيش معاكي فتره طويله، او علب زي ما انت عايزه. اعملي بقى وهاجي لحبايبك بقى وخدي الثواب. بجد حلوه جدا وحاجه جميله ومفيش فيها بقى المرارة بتاعتها، ووصفة بجد تحفة تحفة معايا. زي ما انتم شايفين كده انا بحب ابتدي اقلب كده عشان ايه، المكسرات بتاعتي والسمسم يبتدي يختلط في بعضهم. بعد ما ابتدت تهدى معايا نزلتها بقى في قلب الحلة بتاعتي الصغنطوطة دي وفي قلب البرطمانات. والوصفة طبعا وصفتنا كانت سهلة جدا، وعايزة اقول لكم ان مقدار ال2 كيلو من العسل بيعملك 3 كيلو في الاخر. النتيجة إيه؟ ده طبعا بزيادة ان السوداني اللي بتحطيه والسمسم والدقيق والحاجات دي، فبتزود معاكي كيلو كمان معانا. يعني 2 كيلو العسل اللي انا عملتهم عملوا معايا 3 كيلو بالظبط. ما شاء الله كميه حلوه جدا وفيها تكفي معاكي بقى بالسنه. عايزه تزودي زودي المقدار تضعفيه، عايزه تقللي يعني من تعملي كيلو واحده تقللي نفس المقادير. حابه تحطي سوداني اكتر سمسم اكتر مكسرات اللي يعجبك حطيه. اظن مفيش اسهل من كده. انا هسيبلك المكونات كلها في صندوق الوصف. ويا رب تكون وصفه النهارده عجبتك، ولو عجبتك بقى ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي جميل بيسعدني ولو بحرف واحد عشان اقدر استمر معاكم والفيديو ده يوصل لاكبر عدد. ما تنسوش اللايك الجميل من ايديك الحلوه دي، واشوفكم فيديوهات تانية واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امته. في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.